قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط. رسميا الخميس المقبل أجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف. أهلا بكم. حيث أعلن حسن شحاتة وزير العمل اليوم الخميس أن الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023 أجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2023 المتضمن أن يكون الخميس أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وفي إطار الحرص على توحيد مواعيد الأجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك. قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط، حيث أرسل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني كتابا دوريا أعلن خلاله قرارا عاجلا بشأن الحرص على سلامة الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد. وأكد وزير التربية والتعليم الفني أنه في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد وفي ضوء الحرص على سلامة الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن، تقرر قيام مدير المديريات التعليمية بالتنسيق مع المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي. وشدد وزير التربية والتعليم الفني على جميع الجهات المعنية بضرورة تنفيذ ما ورد من تعليمات في هذا الشأن بكل دقة. وجدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات. وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد: بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024. بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024. بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024. بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024. يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا. مدة أجازة نصف العام أسبوعين، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024. وفي حالة تعارض موعد أجازة نصف العام مع أجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الأجازة معهما. شكرا لكم.